بس فخم أوي الفندق ده نقة. لا لا بالشيء مش قد كده يعني، الغدراء دي طلعت اي كلام، ده قمص برقبتها. صباح الخير يا فندم. صباح عبد عمي، كنا عايزين ممكن كده نريح جدتنا فيه. طبعا طبعا على طول يا فندم. حضرتك حاجز باسم مين؟ يعني ايه اسم مين؟ انت مش عارف مين اللي واقف قدامك يا موظف؟ ده شوقي باشا الدمياطي. شوقي الدمياطي. شوقي الدمياطي للاسف يا فندم مفيش حجز بالاسم ده. طب دور كده عندك، ممكن يكون محجوز باسم الإشيخ أبو الشوك. الاشيخ لا ده كده خابت على الاخر، روح انده لنا مديرك يا ابني لما نعمل لكم حوار في قلب القلعه اللي احنا فيها دي. ليه بس يا فندم؟ احنا ممكن نحجز لحضرتك حالا ونصلح الموقف. خلاص يا رجالة، طالما هو يظبطنا، احنا منحبش قطع العيش برضه. ممكن يا فندم البطاقة عشان احجز لحضرتك؟ لا والله يا باشا، البطاقة مش معاه والله. طيب اي اثبات شخصية بس، اي ورقة او كارت مع حضرتك؟ معانا يا بالشاق كارت الشحن الفكه بتاع فودافون. يمشي معاك ده يا جنتل. لا يا فندم خلاص. طب حضرتك عاوز الأوضة دبل ولا سنجل ولا تريبل؟ بص، وانا من دمياط يعني. يعني حضرتك تحب سرير واحد ولا اتنين ولا تلات سراير؟ لا يا عم، ملاش لازم المصاريف، هات سرير واحد كده كده حمقه والنقع ما بيناموش. ازاي يعني يا فندم ما بيناموش؟ اصل على رأي الاستاذ احمد شيبة، اللي له قرش ما بينامش، ما بالك بقى بالله عليه. بقول لك يا باشمهندس لو سمحت، هو حمام السباحه اللي نوت بيبيع فريسكي ولا مفيش؟ فريسكا؟ لا يا فندم والله مفيش فريسكان. عربيه فريسكا اه بالشوق تنطر الدنيا معانا الله طب الوكيل. والاكل هنا نظامه ايه يا باشا؟ عايزين اقول عليكم. لا لا طبعا الاكل هنا اوبن بوفيه يا فندم. ايه الاوفن بني ده يا ابو الشوق؟ ده زي البلوبيف كده بس متقطع عليه بصل طرنشات. بولويف ايه يا فندم؟ بس اوبن بوفيه ده انا مطعم مفتوح تاكل كل اللي انت عايزه منه. بجد والله؟ طب انا موافق قوي، مش انتوا موافقين يا ولاد؟ ايوه طبعا موافقين يا شقشق. بالنسبة للبول مفتوح طول اليوم لحد الساعة 7. يعني ايه البول مفتوح لحد الساعة 7؟ افرض لا مؤاخذة الزناتو عايز افك مية، هعملها فين؟ بمبس بقى يا ابو الشوق وفك نفسك، هنتصرف. ما تشربش انت بس ميه بعد الساعه 7 يا ابو الشوق، ربنا يحلها ان شاء الله. طب خير ان شاء الله، مفيش مشكلة. ولا الحق يا ابو الشوق، الحليمينه زي سندوتشات السكالانس دي، مش زي بتوع النت خالص. بس يا شلح انت وهو عيب، دول سياح هتسوقوا سمعتنا كده، بعدين ما يفرقوش كتير عن سندس مراتي. ما يفرقوش ازاي يا ابو الشوق؟ بطل كده، دي البت عامله زي لقطه القشطه. ما انا بقول لك ما تفرقش كتير، البنت عامله زي القشطه ومراتي عامله زي الملوخيه، الاتنين بيتغمسوا، مش فارقه. حضرتك يا فندم هتدفع كاش ولا لا فيزا؟ والله لسه ما طلعتش فيسر. بص انا بعت له القبض على البراد. بريد إيه يا فندم؟ حضرتك بتهزر طبعا. حضرتك حساب حضرتك 65,000 جنيه. اهدي، هو احنا هنقبض السنه كلها مره واحده يا ابو الشوق ولا ايه؟ بس لا، في اللي قبض الشهر. حلو قوي يا جنتي، اللي بعتهم لي بس على البوسطه، خلي سائل البريد يسال على بيت شوقي القشخ. ابعت لك ايه يا فندم؟ بس حضرتك انت اللي هتدفع تمن الاوضه. ادفع يا عم، انا متفق مع المقاول المطرح عليكم. مطرح ايه يا باشا؟ هو انت نازل معانا هنا في الفندق؟ نزيل يعني يا ريس. اه يا باشا معانا مدير العراق بتاعنا، هو احنا ريحتنا وحشه ولا ايه؟ يا فندم حضرتك جاي تأجر أوضة عندنا صح؟ لا يا باشا، انا نجار باب وشباك، والله كنت ده جوه ادور على شغل، شباك مخلع، باب ما طقطق، اي حاجه كده.